تخزين ورق العنب، عايزه اقول لكم ان ورق العنب في السوق حلو جدا اليومين دول وكتير ما شاء الله. النهارده هقول لكم بقى على ابسط واضمن طريقه تخزني بيها ورق العنب، يقعد معاكي سنه واكتر من سنه كمان، والله مش بيجراله اي حاجه. ولما بيطلع من الفريزر بيكون كده حلو ومتماسك، مش مهري خالص. الطريقه دي سهله وبسيطه جدا. اول حاجه طبعا بنغسل ورق العنب كويس قوي علشان بيكون فيه رمل او تراب كده ناعم قوي. هقص بعد كده العنقود اللي بيكون فيه بالشكل ده بالمقص، ولازم وانا بغسله انقعه كذا مره واشيله من الميه واغير الميه وهكذا لحد ما تكون الميه رايقه وينضف معايا كويس قوي. بقسمه بقى في صينيه بالشكل ده، وبجيب بقى يا اما صينيه تكون مدوره او حله ما تكونش كبيره، بحط في نصها ميه، بسيب الميه يعني يا دوب تبقى سخنه ما تكونش بتغلي، يا دوب سخنه بس علشان هنا انا هخزن ورق العنب، مش عايزه ان انا اهريه او اسلقه سلقه كامله. انا هنزله كده اول ما اللون الورق يتغير معايا كده ويطرى معايا شويه، هرفعه على طول واحطه في مصفى علشان يصفي كل الميه الزياده اللي فيه. طبعا انا زي ما انتم شايفين كده بنزله بالماسك، ومش بسيب ورق العنب في الصينيه علشان ما يجريش معايا في الميه. انا عايز بعد كده هطلع بقى ورق العنب في مصفى وهبتدي ان انا اسيبه لحد ما ينشف معايا تماما. وزي ما انتم شايفين هو الورق لسه اخضر اهو، لان احنا مش بنسلقه زي ما قلت لكم سلقه كامله، احنا بنديله بس كده يا دوب نص سلقه. بنزله اول ما بيغير لونه ويطرى معايا على طول برفعه من الميه. طب لو انا بقى هسلقه عشان هستخدمه، انا خزنت شويه وسلقت شويه بقى علشان هعمل حله ورق عنب، بسلقه بقى سلقه كامله، ويا ريت ان انا افرده كده في الميه علشان كل الورق يتسلق معايا كويس قوي. وبرده برفعه من الميه وبحطه في المصفى لحد ما يبرد، وبعد كده بحشيه على طول. ده اذا انتوا حابين تعملوا ورق عنب طازه، واذا انتوا حابين برضو تخزنوه زي ما تحبوا. لو هتخزنوه يا دوب تنزلوه في الميه ترفعوه، لو هتحشوه بتسلقوه بقى سلقه كامله، بتسيبوه في الميه كده على كل ناحيه 5 دقايق، وبالمسك برضو او بالماسك كده بتطلعوه من الميه تحطوه في المصفى لحد ما يتصفى كويس قوي، وبعد كده بنستخدمه بقى على طول. انا هنا حطيته في صينيه زي ما انتم شايفين علشان ينشف معايا، وبعد كده بخزنه. انا عملت نص الكميه، ده كان حوالي كيلو من ورق العنب. انا عملت الشويه اللي فوق دول كده هخزنهم نص سلقه، واللي تحت كده سلقتهم سلقه كامله علشان هستخدمهم دلوقتي. طريقه بقى التكييس، بنحطه كده في كيس تلاجة وبنقفل عليه الكيس كويس قوي، ونخرج كل الهواء اللي في الكيس علشان ما يخزنش معانا او ما يعملش طبقه من التلج، وبالتالي ورق العنب يتهري معانا. وزي ما انتم شايفين بقى كده الكميه دي حوالي اللي في الكيس دي كميه حلوه، يعني تعمل معاكم حله ورق عنب صغيره. هتخزنوا بقى كل الكميه اللي انتم محتاجينها بالطريقه دي، والحلو فيه كمان ان هو ما بياخدش مساحه كبيره في الفريزر. هنا بقى عملت حلة كده ورق عنب حلوة كده بورق العنب بقى الطازة، طبعا سلقته سلقة كاملة، وبعد كده بقى حشيته وسويته. قدموه بقى وبألف هنا عليكم، من ألذ أنواع المحاشي. لو عجبتكم بقى طريقتي في تخزين ورق العنب ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. نتقابل إن شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. أسيبكم في أمان الله وسلام.